خريطة ميركاتو الأهلي الصيفي بالأسماء، مفاجآت بالجملة بفرمان من كولر. يا أهلاوي يا عظيم، اللايك عشان نقول لكم الأسماء والصفقات النادي الأهلي اللي أبرمها. بيسعى مسؤولي النادي الاهلي لحسم مصير ميركاتو الصيف الجاري بتدعيم صفوف الفريق بصفقات قويه من اجل ضمان استمرار المنافسه على الالقاب المحليه والقاريه في اطار الاستعداد لبطوله كاس العالم للانديه. بشكل شبه رسمي حسم مسؤولي الاحمر اولى الصفقات بعد الاتفاق مع اللاعب القطري ذو الاصول المصريه يوسف ايمن مدافع الدحيل القطري على اعارته لمده موسم، بجانب عوده اياد العسقلاني مدافع روستوف الروسي الى الحسابات مجددا في النادي الاهلي، فضلا عن المفاضله بين عدد من المدافعين المحليين على رأسهم ثنائي الزد محمد اسماعيل ومصطفى العش. وطالب كولر مسؤولي القلعة الحمراء بسرعة حسم صفقة المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي، سواء على سبيل البيع أو الإعارة لتعويض غياب التونسي علي معلول المصاب بقطع في وتر أكيليس. وفي خط الوسط ما يزال الثنائي الأجنبي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرانكو فورزي المجري، والجنوب افريقي تيبو هو موكوينا لاعب سان داونز على رأس قائمة المرشحين لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل، مع الموقف المعلق للجزائري أحمد قندوسي المعار لسيراميكا كليوباترا، إذ لم يحسم المدرب السويسري موقفه النهائي بشأن عودة اللاعب حتى هذه اللحظة. ودخل المهاجم الدولي الكونغولي سيلفر جانفولا لاعب فريق نادي يانج بويس السويسري وزميله بالفريق إيليا ميشاك مهاجم مازيمبي الأسبق دائرة اهتمامات الأهلي من أجل التعاقد مع أحدهما لتدعيم مركز رأس الحربة بعد رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست وتوتر العلاقة بين محمود كهربا ومارسيل كولر.